فيلم 65. على كوكب غامض بتتحطم سفينه فضائيه وبينجو شخص واحد منها، وبيكتشف انه على كوكب الارض قبل 65 مليون سنه. وعلى كوكب سوماريس ميلز بيبقى قاعد هو ومراته على الشاطئ، فمراته بتقول له ان بنتهم هتفهم هو هيسافر المده الطويله دي ليه، فبيقول لها ان الموضوع صعب المره دي لان الرحله هتفضل سنتين مش كام اسبوع زي كل مره. فبترد عليه مراته وبتقول له ان بنتهم هتفهم وهتقدر ده لانه هو بيعمل كده علشانها وعلشان مصاريف علاجها. بعدها ميلز راح وقال لبنته نيفين انه هيسافر في الفضاء لمده سنتين وعلمها ازاي تسافر بايديها علشان تفتكروا بالحركه دي وهو بعيد عنها. بنروح بعد كده للفضاء وبنشوف سفينه فضائيه وميلز الطيار المسؤول عنها، وطاقم السفينه بيكون كله في حاله تجمد. وفي يوم من الايام بيضرب انذار السفينه بسبب النيازك اللي بتخبط في السفينه وتكسرها، فميلز بيقوم يجري علشان يتحكم في السفينه ويعدي بيها وسط النيازك. فالخبطات دي اثرت في السفينه جدا لدرجه ان ميلز اضطر يبعت اشاره انقاذ ووجه السفينه لاقرب كوكب، فالسفينه انفصلت لجزئين وهي بتهبط على الكوكب، فبيغمى عليه. بعد دقايق ميلز بيفوق على صوت المساعد الآلي وبيقول له انهم على كوكب مش معروف وان السفينه خرجت عن مسارها، فبيلاحظ انه اتصاب في بطنه بحديده، فحاول انه يطلعها وفعلا بيقدر انه يطلعها، بس بيكون محتاج انه يوقف النزيف اللي حصل، فبيتحرك علشان يوصل لادوات الاسعافات فبيقدر انه يوقف النزيف. بعدها ميلز لبس بدله الفضاء بتاعته وراح علشان يستكشف الاضرار اللي حصلت في السفينه، واكتشف ان اوضه التجميد اتدمرت تماما، فخد السلاح بتاعه وخرج بره السفينه علشان يستكشف الكوكب. فبيشوف جثث الناس اللي كانوا في السفينه في كل حته، وبيظهر كائنات عملاقه موجوده حواليه. بعدها بيرجع للسفينه تاني واكتشف ان كبسوله الانقاذ موجوده في الجزء الثاني اللي انفصل عن السفينه وهي بتهبط على الكوكب، فبعت رساله انقاذ ثانيه بيقول فيها انه على كوكب مجهول. ميلز حس باليأس بعد موت كل اللي كانوا معاه على السفينه، فبيفتكر بنته وبيفتكر كل الذكريات معاها، فبيتضايق وبيكون حزين. فبيرجع السفينه تاني وبيشغل فيديوهات اللي نيفين كانت بعتها له وبدا يتفرج عليها. فجاه المساعد الآلي قال لميلز ان في واحده من الكبسولات التجميد لسه شغاله وموجوده في مكان قريب منه، وفعلا ميلز راح لمكان الكبسوله واتفاجئ لما لقى فيها بنت عايشه. ميلز وهو راجع للسفينه بيسمع اصوات غريبه وبيشوف اثار رجلين لكائن ضخم، فبيعرف ان الكوكب ده عليه وحوش، فقرر انه يهرب من الكوكب ده. فراح للمساعد الآلي وطلب منه يحدد له مكان الجزء الثاني للسفينه، بس المساعد الآلي ما كانش قادر يحدد المكان، فنزل خرج من السفينه علشان يستكشف المكان تاني ويعرف هو فين ومين اللي معاه على الكوكب ده. وهو ماشي بيلاقي ناب كبير وبيشوف هياكل ضخمه لكائنات عملاقه، فجاه بتنفجر ميه من تحت الارض وبتكون حرارتها عاليه جدا، فكمل ماشي لحد ما بيشوف بعدها حاجه بتلمع من بعيد، فبيطلع الجهاز علشان يعرف ايه اللي ظهر بعيد ده، وبيعرف انه باقي السفينه اللي انفصلت عنه، فبدا انه يخطط ازاي هيروح للسفينه. فجاه بيظهر ديناصور صغير وبيهجم عليه، فبيمسك سلاحه وبيضرب فيه لحد ما قدر انه يخلص عليه ويقتله. فبيتحرك من المكان اللي هو فيه بسرعه، فبيحس ان في حركه حواليه، فبتظهر البنت اللي هو انقذها. اول ما بتشوفه بتطلع تجري منه وهيجري وراها وبيحاول انه يوقفها، فبيقعوا هما الاثنين في حفره كبيره، فبيلاقوا كائن ميت وبيشوفوا حركه في الشجر، فبيظهر ديناصور ضخم قدامهم. فميلز بياخدها وبيجري ويرجع للسفينه. ميلز بيحاول انه يتعرف عليها ويعرف اسمها، لكن مش بتتكلم وبتفضل ساكته ومش بترد عليه. فبيطلع سجل المسافرين وبيعرف ان اسمها كوا، فحكى لها عن كل اللي حصل وهو بيعالج الجرح اللي في ايدها، وبيقول لها على اسمه وانه كان قائد السفينه دي قبل ما تتدمر، وان المكان اللي هم فيه ما يعرفش عنه حاجه. كوا حاولت انها تتكلم معاه بس اتكلمت لغه غريبه مش مفهومه، فميلز ما فهمهاش، فبيضطر انه يشرح لها عن طريق انه يرسم، فبيرسم لها جبل وبيقول لها اننا لازم نطلع الجبل ده علشان نوصل لكبسوله الانقاذ، لان ده الحل الوحيد علشان نخرج بره الكوكب ونرجع البيت تاني. فكوا هي كمان رسمت له وقالت له انها بتدور على عائلتها، فميلز بيكذب عليها وبيقول لها ان عائلتها موجوده على الجبل. وقبل ما بيخرجوا ميلز بيبعت رساله استغاثه وقال فيها ان في بنت اسمها كوا كانت من ضمن المسافرين لسه عايشه، بس ابوها وامها ماتوا. في نفس الوقت كوا بتلاقي شرايط فيديو على تسجيلات لبنت ميلز، فبتقعد تتفرج عليها، فبيدخل عليها وبيقفل الفيديو وبيقول لها لازم نتحرك علشان نطلع الجبل. فبيبدا انه يجهز نفسه وبيجهز المعدات اللي هو محتاجها، فبيخرج هو وكوا وبيقول لها اننا لازم نتحرك في هدوء، وكان بيراعي دايما انه ما يعملش صوت علشان ما يجذبش انتباه الحيوانات المفترسه. وهم ماشيين كوا بتلاحظ ان في جسم غريب بيلمع في السماء، فبتكمل ماشي وبتلاقي بعد كده توت حدفت ميلز بيه، فاتضايق منها واخد منها التوت وقعد يغص فيها. بعدها حشره وقفت على ميلز فضربها وقتلها، بس نزل منها سائل لزج، فحاول يمسح ايده في شجره بس السائل اللزج ده مسك في جزء من الشجره وخرج في ايد ميلز، فوقع على الارض. فكوا ضحكت عليه فقرر انه ينتقم منها وفضل يجري وراها بايده. فجاه فرع الشجره وقع قريب منهم، وفي اللحظه دي الاثنين بداوا يسمعوا اصوات جايه من مكان جنبهم، ولما راحوا هناك اكتشفوا ان في ديناصور صغير محشور في حفره. فكوا جريت عليه علشان تساعده، بس ميلز حاول يمنعها بس ما سمعتش كلامه، وساعتها ميلز راح للديناصور وساعده هو كمان، وفعلا الاثنين قدروا يخرجوا الديناصور من الحفره. بس مجرد ما خرج في مجموعه من الديناصورات هجمت عليه. كوا صرخت لما شافت المنظر، فميلز مسكها واستخبى منهم
علشان ما ياخدوش بالهم. الاتنين اتحركوا من تاني ووقفوا عند نهر علشان يرتاحوا ويشربوا ويملوا ازاز الميه اللي كانت معاهم. كوا لقت ورده جنب النهر وخلت ميلز حطها على راسه. بعد دقايق جهاز ميلز فقد الاشاره وما قدرش يحدد مكان الجبل، فبيقرر انه يطلع على شجره علشان يعرف يلقط اشاره ويقدر يحدد مكانه. بس فجاه بيلاقي حشره جت على ايده فبينخض وحاول انه يرميها بعيد، بس الحركه دي بتخليه يقع من على الشجره فكتفه بيتخلع بسبب الارتفاع. فطلب من كوا انها تساعده وتحاول انها ترجع كتفه تاني. في نفس اللحظه في مجموعه من الديناصورات سمعت صوتهم وراحت على مكانهم علشان يهاجموهم. ميلز اول ما شاف الديناصورات جايه عليه شجع كوا علشان ترجع كتفه تاني بسرعه، وفعلا قدرت في الوقت المناسب انها ترجعه. فميلز اخد سلاحه بسرعه وبدا يضرب نار على الديناصورات. الديناصورات كانت بتقرب منهم فطلب من كوا انها تهرب من المكان بسرعه، واستخدم قنابل كانت معاه ورماها على الديناصورات، وفعلا نجح انه يتخلص من عدد كبير منهم. بس كان في شويه منهم باقيين وكانوا بيهجموا عليه، فاستخدم السلاح بتاعه وقتل الديناصورات الباقيه. في نفس الوقت كوا كانت هربت من المكان وراحت على مكان تاني وشافت الديناصورات بتطير فخافت منهم وعشان كده استخبت ورا صخره تانيه. بس فجاه ظهر ديناصور تاني قدامها، وقبل ما يهجم عليها ميلز ظهر في الوقت المناسب وقتل الديناصور ده. بس كان في ديناصور تالت كان مستخبي فجر كوا بعيد عن ميلز علشان ياكلها. ميلز يجري ورا الديناصور علشان ينقذ كوا، ولما قرب منه ضرب كام طلقه في الهواء علشان يخوفه ويبعد. بعد اللي حصل ده كوا كانت خايفه من كل حاجه وكانت رافضه ان ميلز يقرب منها، فميلز اتفهم الخوف ده وقرر يسيبها شويه لحد ما تهدى. ولما الليل ليل عليهم ميلز بدا يصفر بايده بنفس الطريقه اللي كان بيصفر بيها لبنته، وفعلا قدر انه يخلي كوا تهدى. واخيرا قررت تكمل معاه علشان يوصلوا للجبل. بعد فتره طويله من المشي الاتنين وصلوا الكهف فقرروا انهم يرتاحوا شويه ويقضوا الليل فيه. ميلز حط اجهزه استشعار حوالين المكان كله علشان تنبههم لو في حاجه قربت منهم، وكمان استخدم الجهاز اللي معاه وبص في السماء واكتشف ان في حاجه بتلمع فيها. الحاجه دي كانت عباره عن نيزك متجه ناحيه الارض. في الوقت ده كوا طلعت شريط من شرايط نيفين. ميلز كان متضايق في الاول من كوا بس قرر انه يشغل الشريط. ميلز حاول ينام اكتر من مره بس ما عرفش لانه كان بيفتكر اليوم اللي عرف فيه ان بنته نيفين ماتت. بعدها ميلز صحي من النوم على انذار اجهزه الاستشعار، وده معناه ان في خطر قريب منهم، فراح يطمن على كوا فلقى جوه بقها حشره كبيره فحاول انه يطلعها بجهاز معاه. في نفس الوقت اجهزه الاستشعار لقطت حاجه تانية بس المره دي الانذار كان اقوى، وفعلا كان في ديناصور عملاق داخل الكهف. ميلز فضل يضرب ديناصور بالنار وهرب هو وكوا من فتحه في الكهف، بس كان في ديناصور صغير ماشي وراهم ودخل معاهم الفتحه. بعد مشي كتير ميلز وصل طريق مسدود، فلاحظ ميلز ان في فتحه صغيره موجوده في الجدار فحاول انه يوسعها بايده بس ما قدرش، فجاله احباط وفقد الامل. بس كوا رفضت انها تستسلم وفضلت تزعق معاه علشان يوصلها. فميلز جات له فكره فاستخدم القنابل اللي كانت معاه وفجر الفتحه، وفعلا الفتحه كبرت شويه فخلى كوا تدخل فيها وتستكشف المكان. كوا شافت مخرج من الناحيه التانيه فقالت لميلز يدخل وراها، بس فجاه الفتحه انهارت والطريق اتسد قدام ميلز وبقى في حاجز بينه وبين كوا. في اللحظه دي ميلز سمع صوت غريب جاي من وراه فمسك سلاحه وطلع الجهاز بتاعه وبدا يحدد مكان الديناصور. فالديناصور حاول يهاجم ميلز من ظهره بس ميلز حاول انه يتفاداه، بس الديناصور في الاخر قدر يوصل لميلز ووقع منه سلاحه وسحبه بعيد عن السلاح وعض دراعه. فحاول ميلز انه يقاوم الديناصور لحد ما قدر انه يوصل للجهاز اللي معاه وخرج منه موجات صوتيه اثرت عليه. ميلز استغل الفرصه ومسك السلاح بتاعه وقتل الديناصور. في نفس الوقت كوا قدرت انها تخرج من الكهف بس كانت زعلانه لانها لوحدها، ولقيت بعدها عظمه كبيره استخدمتها كسلاح واستخدمت التوت البري وسممتها ولفت ورقه شجره عليها. نرجع لميلز بعد ما قدر انه يخرج من الكهف هو كمان وشاف نيزك ضخم جاي ناحيه الكوكب، فاستخدم الجهاز بتاعه وتاكد فعلا من اللي هو شايفه، وكان النيزك ده جزء صغير من نيزك ضخم، ونيزك بالحجم ده يقدر انه يدمر الكوكب كله. ميلز ما ضيعش وقت وراح بسرعه علشان يدور على كوا، وفعلا قدر يوصل لها لما سمعها بتصرخ بسبب هجوم ديناصور عليها. كوا قدرت انها تهرب من الديناصور واستخبت جوه شجره، وميلز كان بيجري ناحيه الصوت باقصى سرعه علشان يلحقها، بس هو بيجري بيقع في مستنقع وما عرفش يطلع منه، ففضل ينده على كوا علشان تلحقه قبل ما يغرق. فكوا بتسمعه فاستنت لما الديناصور دخل الشجره ورمت عليه قنابل وخرجت جري على مكان ميلز واستخدمت فرع الشجره عشان تنقذه، وفعلا بتقدر انها تنقذ ميلز. اول ما خرج من المستنقع حضن كوا وشرح لها انهم لازم يهربوا من المكان ده في اسرع وقت قبل ما النيزك يضرب الكوكب، وفعلا الاثنين جريوا ناحيه الجبل وبالليل قدروا فعلا انهم يوصلوا للمكان. ميلز ربط حبل حوالين كوا وخلاها تطلع هي الاول، ولما وصلت ربطت الحبل لميلز علشان يطلع هو كمان. بعد شويه الاثنين قدروا يوصلوا للجزء الثاني من السفينه. اول ما ميلز دخل السفينه شغل الكمبيوتر بتاعها علشان يتاكد ان سفينه الانقاذ موجوده في مكانها، وكوا راحت تدور على عائلتها في السفينه فلقت كل الكبسولات التجميد متدمره تماما، ففضلت تزعق مع ميلز لانه كذب عليها. فميلز خرج صوره بنته نيفين من معاه وقال لكوا انها ماتت وهو في المهمه دي مش هيسمح لنفسه انه يخسرها هي كمان، وفعلا كوا اتعاطفت معاه ومع كلامه فحضنته واعتذر لها لانه كذب عليها. فجاه في نيزك صغير من النيزك الضخمه
الضلمه نزلت على الكوكب. ساعتها ميلز وكوا دخلوا جوه الكبسوله، فميلز شغل كل اجراءات الطيران بسرعه، وقبل الاطلاق في نيزك صغير خبط في السفينه فصلت الكبسوله عنها فوقعت من فوق الجبل. اللي حصل ده عطل عمليه الاطلاق وكمان خلى الاثنين يغموا عليهم. بعد لحظات كوا فاقت وضغط على زر الاطلاق، بس الكبسوله كانت مقلوبه ولازم تتعدل علشان تطير. ميلز بدا يفوق هو كمان، بس لسوء الحظ في ديناصور ضخم ظهر وهجم على الكبسوله، وبسبب الهجوم اللي حصل ده سلاح ميلز وقع على الارض، فاضطر انه يخرج من الكبسوله علشان يواجه الديناصور. بس اول ما وصل للسلاح اكتشف انه مش شغال. ميلز حاول انه يرجع السلاح للوضع الطبيعي من تاني. في الوقت ده كان في ديناصور تاني وصل لمكانهم، فالاثنين حاصروا ميلز ففقد الامل انه يقدر يخرج من الكوكب ده. كوا فكرت في فكره وعرضت صوره ثلاثيه الابعاد لنيفين، وفعلا خطتها نجحت وقدرت انها تخدع الديناصورات، فسابوا ميلز وهجموا على الصوره. ميلز استغل الفرصه وخرج من المكان اللي كان متحاصر فيه وضرب نار عليه وقدر انه يخلص عليه. بس الديناصور التاني راح وهجم على الكبسوله علشان يوصل لكوا، بس ميلز ظهر في الوقت المناسب وقتل الديناصور التاني. ولحسن حظهم ان الديناصور اللي هجم على الكبسوله عدل من وضعها فبقت جاهزه للاطلاق. الديناصور الاول كان لسه عايش واستنى الوقت المناسب وعمل لميلز كمين، فهرب من الديناصور وراح لمكان المايه السخنه اللي بتطلع من تحت الارض. ميلز بدا يمشي بينها علشان يسحب الديناصور اللي هناك، وقدر انه يوقعه في الفخ فانفجرت المايه عليه، بس قوه المايه ما كانتش كفايه علشان تقضي عليه. فلما الديناصور قرب اكتر من ميلز قوه ظهرت فجاه وضربت الديناصور في عينيه بالعظمه المسمومه. الضربه كانت قويه لدرجه انه كان بيعمل صوت من كتر الالم، فوقف فوق المايه فانفجرت المايه وطلعت عليه فسيحت جلده. بعد اللي حصل ده ميلز وكوا رجعوا للكبسوله تاني وضغط على زر الاطلاق، والمره دي الكبسوله اشتغلت وفعلا طارت قبل ما النيزك يخبط الكوكب ويدمر كل حاجه على الكوكب. بعد ما خرجت الكبسوله من الغلاف الجوي الطائر الآلي وجهها ناحيه نقطه اللقاء اللي هيقابلوا فيها سفينه الانقاذ، وبيخلص فيلمنا على كده. بس يا سيدي وبينتهي فيلمنا. ما تنساش تدعمنا وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.